السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا امير ودي قناة الربح من الالعاب ومن التطبيقات، وكل يوم بشرح لك لعبة جديدة وكل يوم بنزل لك فيديو لعبة جديدة. فما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والنهاردة جاي اشرح لك اللعبة دي واعلمك ازاي تجمع فلوس في اللعبة وازاي تسحب الفلوس وازاي تستخدم كل حاجة موجودة في الواجهة دي في اللعبة بكل سهولة. بص يا صاحبي، قبل ما اخش واوريك ايه هي اللعبة لازم اوريك حاجة تانية، تمام؟ علشان الحاجة دي هتتنفذ واحنا بنلعب اللعبة. لو دخلنا على المهمات اليومية اللي هي دي وضغطنا عليها كده هيظهر لك 6 مهمات. اول مهمة انت بتنفذها عادي اللي هي شاهد اعلان، بتشاهد 5 اعلانات وكل اعلان بتشاهده بتاخد عليه حجر من اللي هو ده و30 طيارة. وهقول لك على استخدام الطيارات دي في اللعبة برضو وهقول لك تستخدمها ازاي. تاني حاجة بقى اللي بتنفذه وانت بتلعب اللعبة نفسها، المستويات الواضحة، الصندوق المفتوح، الوقت المتواجد على الانترنت، تدمير الدلو، القضاء على العدو. يعني دول كلهم اصلا بيتنفذوا وانت بتلعب اللعبة. هوريك فين هم دول اصلا في اللعبة وانت بتلعب. لو جينا رجعنا واحدة لورا وضغطنا على المستوى اللي هو يعني عشان نخش ونلعب اللعبة هنعمل بدء، هيظهر لك زي ما قلت لك تدمير الدلو. يعني ايه؟ يعني شفت الدلو دي اسمه دلو، لازم تدمره الاشخاص، القضاء على العدو، هو دي العدو لازم تموته، فاهمني؟ هو ده كل اللي انت بتعمله، هم دول هتلاقيهم موجودين عندك في المهمات اليومية. يعني مثلا عملنا تدمير الدلو ودي فلوس، انت بتدمر الدلو وبعدين بتاخد منه فلوس برضه. هخلص المستوى ده وارجع لك تاني. بص بقى يا صاحبي، هو ده الصندوق اللي هو لسه مفتوح ده، هو ده الصندوق اللي هو الصندوق المفتوح، تمام؟ هو ده اللي برضه موجود عندك في المهمات اليومية. كسبت 5 طيارات وهقول لك ايه استخدامها، وكسبت 3 المظات وهقول لك ايه استخدامهم برضو. لو انت عايز تضاعفهم، يعني عايز تضاعف الاتنين دول في 5، يعني تضرب ال5 في 5 ب25 تاخد 25 طيارة، والتلاتة في 5 ب15 تاخد 15 الماظة. ازاي بقى تضاعفهم؟ هتضغط على كلمة 5 اضعاف المكسب، نضغط عليها هيظهر لي اعلان، اشاهد الاعلان وارجع لك تاني. وبعد ما شاهدت الاعلان جالي مبروك اكتمل المستوى، 70 من العملة الخضراء، 25 طيارة، 15 الماظة. هنعمل بالتأكيد، واول ما تضغط على كلمة تأكيد هتلاقي الالماظ بتاعك راح هنا، اللي هم 15 الماظة بيتضافوا لك هنا، ودي فلوس تقدر تسحبها. والعملة الخضراء برضو بتنضاف هنا، والطيارات بتروح في عجلة الحظ اللي هي محظوظ الكنز. تعال بقى نشوف عجلة الحظ دي عبارة عن ايه. لو ضغطنا عليها عندك هنا في شخص واقف هنا على اللون، بس هو اول ما بيجي هنا على اللون ده، تمام؟ وفي عندك الوان هنا برضو اللي هي في عجلة الحظ فوق كلمة يلف، لو ضغطنا عليها في عندك سهم هنا، حسب ما السهم دي يقف على اللون الراجل ده بيتنقل على اللون. يعني مثلا لو جه على اللون اللبني تاني مثلا، هيدان الراجل يتنطط لحد ما يجي على اللون اللبني. اللون اللبني يعني ايه؟ يعني مثلا هنا مكتوب فيه 2 في 2، يعني ايه؟ يعني المبلغ اللي انت حطيته ده، يعني مثلا احنا ضاربين هنا 20، يعني ممكن هنا تضرب 50، ممكن تعمل 100، ممكن تعمل 10، يعني حسب ما انت تحط الرقم. دي نظام مراهنة، بتراهن بالطيارات اللي معاك. مثلا انا راهنت في 10 ب10 طيارات وضغطنا على كلمة يلف، طبعا جات لنا على اللون الاصفر، هتلاقي الراجل بيتنطط على اللون الاصفر لحد ما يجي هنا. وطبعا اول ما بتضغط على اللون الاصفر او اللون اللبني ده او اللون الاخضر ده او اللون الاحمر ده تعس لف لفه كمان. بس هنا لو لفينا لفه كمان اللفه فري، يعني ما بياخدش منك فلوس. لو جينا يشوفنا عند الطيارات هتلاقي كلمه فريها، لو ضغطنا عليها هتلاقيه بياخد الفلوس اللي هي قدامه دي، يعني حسب ما اللون الاحمر هيجي لحد هنا. بص الطياره بتطير لحد ما تيجي عند اللون الاحمر اللي هنا، وهنا في فلوس دي اللي احنا كسبناها، تمام؟ وهنا الصرف النقدي، الصرف النقدي اللي هي الفلوس اللي احنا بنجمعها من اللعبة دي. بتجمع كام؟ بتجمع 1000 عملة من اللي هي مرسوم عليها التاج. انا مجمع 30 عملة من المرسوم عليها التاج، يعني المفروض تجمع 1000 علشان تجمعهم ل1000 جنيه وتقدر تسحبهم برضو. اللي هو بيقول لك صرف النقود عند الوصول الذهب الى المبلغ المطلوب ولا توجد شروط اخرى، تمام؟ هنضغط مثلا على السهم اللي فوق دي، بعدها يظهر لك الواجهه دي تاني. هنخش في عندك الترتيب ده عن المستوى بتاعك، يعني في ناس بتلعب كمان والترتيب اللي انت فيهم بقى، يعني 8 اللي هم الاوائل اللي هم دول، يعني اللي بتجمع بين الكل. وكده احنا شرحنا جدول التسجيلات اللي هو الترتيب. يعني في كلمة يدعو ده انت بتدعو صديق بتكسب فلوس وهو بيكسب فلوس برضه من عشان انت دعيته،
يعني انتوا الاتنين بتكسبوا فلوس في نفس الوقت. ازاي بقى انت تكسب فلوس وصاحبك اللي انت دعيته يكسب فلوس؟ لو ضغطنا على كلمة يدعو صديق هيظهر لك الرابط بتاع اللعبة، ها تم النسخ بنجاح. فانت بتبعته لاي صديق عندك على الفيس، على الانستجرام، على اي منصة او اي حتة، بتقول له نزل اللعبة دي عشان تكسب فلوس، وبتديله رابط اللعبة، بس لازم ينزله من الرابط بتاعك. تمام. طب ازاي بقى هو يكسب فلوس؟ انت بتديله برضه كود الدعوه اللي هو الكود ده، بتضغط عليه كده فهو بيتنسخ، بتبعته له وبيخليه هو يدخله. بيدخله فين كود الدعوه ده؟ بيدخله هنا او هنا، يعني حاجه من الاتنين. يعني مثلا هو هيدخله في الصندوق ده، فهو بيدخل الكود هنا كده وبيعمل حسنا، وهو على طول بياخد 300 من العملة دي. تمام. وكده يبقى شرحت لك ازاي تدعو صديق وازاي انت تكسب فلوس وهو يكسب فلوس في نفس الوقت. انت بقى بتكسب كام لما بتدعوه؟ بتكسب 5400 من العملة دي. تمام. دلوقتي بقى هنخش على سحب الفلوس بتاعتك من اللعبة. اول حاجة هنسحب العملة الخضراء وضغطنا على الطيارة اللي فوق دي. فهنا بيقول لك لازم علشان تسحب العملة الخضراء لازم تنفذ المهمات دي. الثلاث مهمات دول اللي هم الصحة، معدل اطلاق النار، الضرر، اللي هم الليين بقى. وازاي تنفذهم؟ انت دلوقتي لو ضغطنا على كلمة 100 اللي هي موجودة تحت دي، يعني انت كده يعتبر بتنفذ المهمة دي. تضغط على كلمة 100. انا كان معايا هنا 159، فدلوقتي هم بقى خد 100 وفاضل معايا 59 من العمله الخضراء، وهكذا لحد ما تنفذهم. هنا بيقول لك يمكنك استخدام رقائق لشراء التذكيرات بعد ترقية المهمات الى الحد الاقصى. يعني بعد ما بترقي ده كله للحد الاقصى، بتبدا بقى انت تنفذ المهمات اللي هي التبديل دي، تنفذها للعمله بتاعتك دي اللي هي العمله الالماظ. تمام. ازاي بقى تسحب العمله الالماظ؟ لو ضغطنا على علامه الزائد اللي فوق دي يظهر لك الواجهه دي. بيقول لك هنا في شرط، بيقول لك ال 1100 عمله من اللي هي الالماس بيساوي 1 جنيه. الحد الادنى للسحب هي 5 جنيه، يعني فوق ال5 جنيه تقدر تسحب، والحد الاقصى مفيش. تمام. طب ازاي بقى تنشئ الحساب؟ تدخل الرقم يعني اللي انت هتسحب عليه فلوس. لو جينا بصينا تحت هنلاقي كلمه انشاء حساب جديد، نضغط عليه. وهنا طرق السحب الموجودة: فودافون كاش، اتصالات كاش، اورنج كاش. وهنا بتدخل الرقم بتاعك، رقم الحساب بتاعك، يعني اورنج كاش، فودافون كاش. مثلا احنا هنختار فودافون كاش، وهنا هندخل الرقم. وبعد ما تدخل الرقم في تحت اسمها الاسم، بتدخل اي اسم مش لازم اسم المحفظة. هنا بقى بيقول لك الرسوم 2.5%، يعني رسوم السحب بيبقى 2.5% وهما بياخدوا لهم. بعد ما بتدخل المعلومات دي بتعمل بالتأكيد، وكده انت بتدخل المعلومات بتاعتك. وبعد ما بتعمل الحد الادنى يعني بتعمل صرف النقود، وفلوسك على طول بتسحب، بتوصل لك خلال 24 ساعه. يعني ممكن بعد ساعه، ممكن بعد ساعتين، ممكن بعد 6 ساعات، يعني خلال 24 ساعه عامه بيجي لك الفلوس على طول. تعال بقى نخش على اللي هي العمله اللي هي الحجر ده. لو ضغطنا عليها اللي هي عليها البيت دي، وهنا بيقول لك ايه بقى؟ ال1000 حجر من ده بيساوي 10000 الماظة من اللي انا قلت لك عليهم، وال500 حجر بيساوي 5000، وال4000 حجر بيساوي 40000، وال2000 بيساوي 20000، وهكذا. يعني زي ما موجود قدامك كده تقدر تجمع حجارة وتبدلها على طول. وده كان شرح لعبة النهاردة. فما تنساش العمل بالله وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعي لاخواتنا في كل مكان، وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات. سلام.